ايه رأيكم لما نعمل النهاردة غدوة متكاملة كده؟ مكرونة لسان عصفور بالخضار ومعاها كفتة بصوص زبدة رهيب. عايزة اقول لكم ان غدوة النهاردة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت طعمها كده حلو جدا، والكفتة طعمها خطير وبمكونات موجودة عندنا في البيت. والمكرونة اللي بلسان العصفور عايزة اقول لكم ان طالعة طعمها خطير. جربوا الوصفة دي، بجد تلات وصفات في وصفة واحدة. شايفين الطراوة بتاعت الكفتة رهيبة، والمكرونة بالخضار طعمها يجنن. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة دي مع بعض، او الثلاث وصفات دول كلهم مع بعض. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة مع بعض. اول حاجة بحضر الكفتة معاكم. بجيب كده الكبة، بحط 3 بصلات كبار او وسط، عشان انا هعمل كمية صغيرة من اللحمة المفرومة، حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. انا حطيت 4 بصلات قطعتهم صغيرين، على 4 كده كل بصلاية فرمتها، علشان هاخد بصلاية، هاخد جزء كده منها، معلقة كبيرة، علشان اعمل منها المكرونة. فرمتها كويس جدا مع حزمة من البقدونس او نص كوباية من البقدونس، فرمتهم كويس جدا. وبعد كده ضفت عليهم ربع كيلو من اللحمة المفرومة. وصفة اقتصادية خالص، ما فيهاش لحمة كتير. ربع كيلو من اللحمة المفرومة هتعملي غدوة حلوة جدا. حطيت معلقة كبيرة من توابل اللحمة، وبعد كده حطيت فلفل اسود وحبة كمون. هعجنهم كويس جدا كده مع بعض. وبعد كده ممكن تضيفي عليهم كده جوز الطيب كده المبشوره، بتديها طعم حلو جدا للكفته. حسيتي ان هي طريه شويه الكفته ومش هتعرفي تصبعيها، بتحطي عليها معلقتين كده من البقسماط. انا ما كانش عندي، حطيت كده نص كيس من الفيجيتار او معلقه ونص كده من الفيجيتار. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده بجيب الصينيه عندي بدهنها ماده دهنيه، وبعد كده ببتدي ان انا اصبعها زي ما انت عاوزه. بتصبعيها بقى، تكوريها او تعمليها بالشكل ده، وتبتدي تعملي كده بظهر السكينه كده زي كانها محطوطه على الشوي. برصها كده، بخلص كل الكميه. بعملها كده بشكل طولي، ممكن بقولك زي ما انت عاوزه تعمليها بالشكل اللي انت حباه. انا عملت كمان حبه كمان من على شكل ايه، كفته تبقى مكوره كده. بدهنها كده كويس بالزيت، لازم ادهنها بالزيت زي ما انتم شايفين، وبدخلها الفرن او بعملها فوق البوتاجاز، مفيش اي مشكله. حطيتها كده في الفرن عشان ما تاخدش مني وقت، لان انا لسه هعمل المكرونه. بعد كده ابتديت ان انا اجيب حله على النار، حطيت فيها معلقه زبده على زيت. وبعد كده نزلت بالبصلايه اللي انا فرمتها شوحتها، وبعد كده نزلت كده بالخضار بسله وجزر، كانوا متفرزين عندي في التلاجة. انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده. حطيت تقريبا زي كوبايه، وحطيت نص كيلو او زي ما انت عاوزه كميه المكرونه، من مكرونه لسان عصفور الصغيره. بعد كده بتبلها. عندي مكعب مرق فوري او مرقه فوريه، وعندي الملح وفلفل اسود، وهقلبها كويس جدا بعد ما بحط معيار الميه، وبغطيها لحد لما تستوي معايا المكرونه. صوص بقى الزبده الخطير كده، معلقتين من الزبده بسيحهم، وبحط عليهم معلقه من الثوم. اول ما بتتشوح بحط عليها فلفل كده بقطعه صغير، وعليها كمان كزبره خضراء. وزودي الكزبره الخضراء، انا كان عندي كميه صغيره فاحسن انتي تزوديها. وعندي بشر ليمون، وبقلبها وبشوح كده الثوم مع الفلفل. عايزه اقول لكم ان الكزبره بتنقل الريحه بتاعت الصوص ده لحته تانية خالص. جربوا الوصفه بتاعت الصوص دي، تحفه وخطيره. بعد كده اللحمه استوت معايا زي ما انتم شايفين، بديها كده طعم الشوي. بحط لها فحميه على ورق المونيا، واحط عليها نقطه زيت، وبغطيها عشان تديني طعم الشوي. ادي كمان المكرونه اللي بالخضار طلعت معايا. شايفين المكرونه عامله ازاي؟ تحس ان هي رز، بجد خطيره. بقدمها بقى مع صوص الزبده اللي خطير اللي انا عملته، والكفته طعمها خطير. وغدوه كده كل حاجه فيها، المكرونه والكفته والصوص بتاعها كلها كده متكامله، ومش هتاخد معاكي ساعه في المطبخ، هتكوني خلصتي الغدا وطلعتي. بجد طعمها خطير، والكفته طريه وطعمها تحفه، والمكرونه خطيره خطيره اللي بالخضار مع الصوص. جربوا الوصفه وان شاء الله هتعجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.